بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية لكم محبي متابعي قناة كل العرب لتربية النحل على اليوتيوب، وأخواني وأصدقائي في جروب أسرار النحل على الواتساب. ربي يسعدكم يرزقكم يعطيكم ما تتمنون. أمنياتي لكم دوما إن شاء الله بدوام الصحة والعافية والموفقية والرزق الوفير. ربي يبعد عنكم الغلاء والوباء، اللهم آمين آمين آمين. اخواني الاعزاء، وصلنا الى مرحله جميله جدا من مراحل تربيه النحل، الا وهو راح يبدي النحل الان بتخزين العسل للفيض. يعني اللي ما اريد اسولف على عسل الحمضيات، اغلب عسل الحمضيات استهلك الا الخلايا القوية المجيشة ومعدة أن تكون جامعة لعسل الحمضيات. هذه ما تأثرت، لأن بالأساس احنا مشتغلها على أسس أنه تكون قوية وتكون عندها غذاء متواصل على مدار شهرين قبل جمع عسل مال الحمضيات. يعني بالضبط قبل شهرين تبدي تغذي وتكثف عليها التغذية وتنطي العجائن البروتينية زين، على مود تنطلق قبل موعدها ويكون عندها جيش وتقدر تجيب عسل حمضيات وتخزنه. اما الان فبدأ النحل الان فقط بدأ يعني سباق بين الملكة وسباق بين الشغالات، جمع خبز النحل وجمع العسل بسبب التقلبات مال المناخ والأجواء. تذكرون أنا قبل فيديو أو فيديوين أو ثلاثة قلت الماي وني غرق. هذا مثل الماي وني يغرق. اللي يسوي عنده خيمة أو بيت شعر إذا ما يحفر داير مدايره يسموه وني حفرة مثل الساقية داير مدايرها، من تجي الأمطار تمطر يعني ويصير مطر، الماء يجي على هذه الساقية، والساقية داير مداير البيت مفترة زين ومسوي لها بعدين هو ساقية تفريغ ماء، فالماء ما يدخل على الخيمة مالته، يطلع من هناك فما يغرق. اما الماء يحفر لا، يسيح الماء على الفراش ماله ويجي، المهم الماء يوني يغرق. الماء يحسب حسابات، اني اقصد به الماء يوني يغرق انه لازم تحسب حسابات. شوف الى الان اني الخلايا مالتي ما شلت ولا رفعت الغطاء النايلوني اللي ليش؟ تصعد درجات الحرارة او تكون درجة حرارة معتدلة فتكون بالنهار طبيعية جدا، لكن بالليل يعني كنا نلاحظ انه برودة. يعني والله البارحة اني بالليل ساعة بال9:30 لابس نصردن، ما ادري كبر ما ادري مريض، حسيت بالبرد. شنو؟ قعدت بالسيارة، يعني ما قدرت انزل، قاعد ويا جماعتي يعني قعدت بالسيارة. قلت لهم بردت زين. فهو الجو بارد، يعني انخفاض درجات الحرارة ملموس. الآن النحل راح يبدي يجمع بالنهار وياكل بالليل. ليش ياكل؟ حتى يعلي درجة الحرارة ويرفع من درجة حرارة الخلية والرطوبة على مود اليرقات. الآن اكو يرقات بغزارة، اكو بيض بغزارة، يعني معظم الخلايا هسه الآن 7 و8 و9 و10 حضنة زين. اللي مشتغل ورافع طابق ثاني ومشتغل عليها بطريقة صحيحة، الآن اكو بها أكثر من 10 إطارات حضنة. الآن راح يبدي يطلع النحل أو اليرقات تطلع وتروح إلى جمع العسل. هذا موسم الفيض، بدت الانطلاقة مال موسم الفيض. الآن موسم الفيض الحقيقي للانطلاقة النحلية أو السنة النحلية زين. اللي عنده وحاسب اموره من الاسبوع 10 ايام يفرز يعني عسل الحمضيات، وبعدها راح نستعد للكالبتوز،
وبعدها الآن بدأت تنور عندنا مناطقنا الوسطى. زين احنا الشمالية، يعني مناطقنا الشمالية الآن بدأت تنور وتزهر أزهار نقول عليها الشوكيات. الآن بدأت الأزهار الآن فقط بدأت يعني تكبر أو تنور أو تريد تزهر أزهار الشوكيات. احنا نسميه الكسوب أو نسميه الصفير هيجي. يعني أنا أسولف وياكم وحبات المطر تنزل. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. فأخواني الأعزاء، هذا هو الموضوع اللي أنا أريد أتكلم به، أنه دائما تحسب لكل شيء. موسم عندك موسم انطلاقة، الموسم عندك يا معودات ماكو شيء يعني مو حلو جايات علي، روحن على غير شيء تستفاد منه. فالآن بدأت فقط انه النحل بدأ يفكر بهذا الموضوع وبدأ يجمع من اجل موسم الفيض. وقلت لكم هسه موجود صراع بين الملكة وبين الشغالات بين الوصيفات بكمية جمع خبز النحل وبالغذاء اللي يعتمدون عليه، العسل يخزنوه. فتشوف الملكة وين ما تلقى مكان فارغ تحاول تبيض به. فمن نجي نفرز نلقى هنا شويه بيض، هنا بيض، هنا عضنه، هنا عضنه، هنا عضنه. نبدا نحكي على الملكه نقول مخربتها. شو وقت نرفع او نضع حاجز ملكات بعد يجوز فد 20 يوم يلا نضع حاجز الملكات. احكي عن مناطقي اني بهاي الموضوع، يعني احكي على الوقت. احد الاصدقاء مجموعه والله طلبوا من عندي اتكلم لهم عن تربيه النحل بدون اضافه وبدون تغذيه وبدون اي تدخل من المساعدات، او يعني هذا الموضوع راح اتكلم به في فيديو كامل، يعني على مود الاقي يعني وقت او الاقي وقت اقدر اشرح به من اقعد بالمكان الحلو اللي احبه. راح اتكلم عن موضوعين. الموضوع الاول هو النحل النافق الميت ليس بالتسمم، ممكن ميت جوع ممكن، وممكن ميت بسبب الاعياء ممكن. اما النحل المتسمم او المريض لا، ما ممكن ان استخدمه علاج مهما يكون، لان انا راح اتدخل في حياه الانسان، وعندي حياه الانسان اثمن واغلى اسمى واعلى من كل شيء. الله سبحانه وتعالى قدر الانسان يعني رفع مكانته عن باقي الخلائق. فالمفروض بما انه الله سبحانه وتعالى رفع عن باقي الخلائق، رفع واكرمه، فلازم دائما كل ما يدخل الى جوف الانسان او جسم الانسان يكون هو نقي، لان نحافظ على حياه الانسان. وهذا يخلينا نروح الى موضوع ثاني، انه كيف احنا في مجال تربيه النحل قد ما نعالج لازم نعالج وقت ماكو جمع عسل، ونعالج وقت ما يكون عسل داخل الخلية أو النحل يجمع حبوب لقاح. مثل حالة التسمم، عندما يجيب النحل من المكانات اللي بيها مبيدات يجيب بيها برجله حبوب لقاح ويضعها بداخل الخلية، نشوف كل الخلية صار بيها تسمم. او جاب رحيق ووصل نشوف كل الخلية صار بها تسمم. فهاي المواضيع جدا مهمة واحد يحكي عليها. انا حبيت فقط اذكركم، اقول لكم طريقة عمل في مجال تربية النحل، انك تحسب الحسابات الدقيقة، تحسبا لكل شيء، يعني من اجل ان تخرج بنتيجة مرضية. أمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية والموفقية ورزق الوفير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.